لو بتشتغل على 3 دي ماكس يبقى الفيديو ده علشانك، لان جاي لك ومعايا فيتشر من اقوى الفيتشرز اللي نزلت مع اخر ابديت لفيري فيرجن 7.2، وهي النايت سكاي اللي بتخليك تقدر تضيف نجوم وقمر في السماء وتتحكم فيهم زي ما تحب. كمل الفيديو للاخر عشان في مفاجأة انا شخصيا كنت مستنيها بفارغ الصبر. بعد ما تحط الفيري صن في السين بتاعك بيسألك لو عايز تخلي الصن هي الانفايرمنت، فبنقول له ماشي. بنخلي مكانها تحت خالص كده عشان تدينا اضاءة ليلية زي ما احنا عارفين. نيجي بقى للحظة اللي مستنيينها، عند نايت سكاي هنشغل ستارز وتقدر تتحكم في حجمها وقوة الإضاءة وقوة ظهورها. وعندك اوبشن لذيذ قوي اسمه ميلكي واي، ده زي الضباب الكوني اللي ساعات بنشوفه في السماء. بعده على طول هنلاقي مون، بعد ما نشغله هتقدر تغير حجمه براحتك وقوة إضاءته وقوة ظهوره في السماء وكمان انعكاسه على السين بتاعك. وهنا بقى نكون وصلنا لأجمد حاجة في الموضوع كله، وهي انك تقدر تخلي القمر بتاعك بدر كامل او هلال، وده بيضيف للسين بتاعك واقعيه اكتر وبيخلي شكله احلى. ولو ضغطت على ايديت ان فيو بورد هيعمل سيلكت عليه في الفيو بورد وتقدر تحركه زي ما تحب. هتقولي طب يا هشام والكلاودز، هقولك انا شرحتها قبل كده في ريل موجوده عندي، تقدر تدخل تشوفه دلوقتي. والاهم من ده كله انك تعمل لي فولو عشان تعرف اكتر عن 3 دي ماكس وتتابع اخر الابديتس اللي بتنزل اللي بتسهل شغلك وبتخليه اقوى. انا هشام عنتر 3 دي ديزاينر.